وابوس انت لما تطبخي في بيتك، انت لما تطبخي لعيالك، انت وش اللي غيرت؟ اللي غيرت وش؟ امك كانت تطبخ وجدتك كانت تطبخ، ولا كانوا ياخذوا من المطعم ولا لقمه، وصحتهم طيبه وامورهم تمام، ودراهمهم تكفيهم، اللي يجيهم من شون ولا يجيهم من بيع ولا شريها عندهم خيرهم عندهم. للحين اللي ينزل شايبكم على الصرافه يطير في خلال 10 ايام على المطاعم. دقاقه الوحده ب57 ريال، تدرين ولا ما تدرين يا ربة البيت؟ ها؟ ولا جلد ما بجلدك جره على الشوك. انت لو انت تحاسبين والله انت تطبخين، والله لو انت تحاسبين في الدجاج والمطاعم دي، لو انت اللي تحاسبين فيها والله انت تطبخين لو كان ما معك الا رجل واحده. لكن مثل عايشه كنت فرس النهر ومن سدحه، لقيت الساعه 2 قمتي تمغطي دقوا على المطعم خليه يجينا ب3 حبات على الفحم، هم جالس ب3 حبات على الفحم مخنزه الله يديم النعمه. من قواعد حياتي التي ما رأيت منها إلا الخير من ربي عز وجل قاعدة تقول: من نسي حق الله عز وجل فيك فلا تنسى حق الله عز وجل فيه. والله ما شفت من ربي في تطبيق هذه القاعدة في عباده في أرضه إلا كل خير. فمن أذاك فلا تؤذه، ومن قطعك فلا تقطعه، ومن أساء إليك فلا تسئ إليه. فكل من نسي حق الله عز وجل فيك فلا تنسى حق الله عز وجل فيه. سوف ترى من الله عز وجل الخير العظيم في تطبيق هذه القاعدة مع عباده في أرضه. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والسلام عليكم. ايه اساور النحاس دي يا دكتور؟ النحاس مهم جدا عشان امتصاص الحديد، النحاس مهم جدا عشان الكولاجين يتكون في جسمك، النحاس مهم جدا لجهازك المناعي انه يحارب البكتيريا والفيروسات، النحاس مضاد اكسده رائع فبيحافظ على الحمض النووي ما يتكسرش بسرعه او ما يموتش بسرعه او يحصل فيه طفرات جينيه تؤدي الى سرطانات. الزنك لما يحصل بالانس مع النحاس هرمونات الراجل والست تبقى مظبوطه، والطاقه بتاعت جسمك طول النهار تبقى مظبوطه. عشان كده اهالينا زمان كانوا بيشربوا في اواني نحاس، دلوقتي يا بناخد النحاس من كبده البقر او بنلبس اساور النحاس. النحاس لو ناقص عندك شعرك يبيض بدري، نظرك يضعف بدري، تكرمش وشك بدري، الطاقه تبقى قليله، الفيروسات والبكتيريا تزيد في جسمك، الجهاز العصبي ما يبقاش في احسن حالاته. دي خلاصه لماذا النحاس مهم، واكتر من كده بينظف مسارات الطاقه السلبيه. إذا عندك مقاومة أنسولين أو أنت في مرحلة ما قبل السكر أو عندك السكر النوع الثاني، بنصحك بمكمل غذائي يحسن حساسية الأنسولين، وهذا المكمل عليه دراسات في الصحة الكندية، وفعليا أنا جربته مع بعض المشتركين معي والنتائج كانت جدا كويسة. تحسنت عندهم أرقام السكر العشوائي خلال أسبوعين، زائد أن بعض طبيبات النساء والولادة يصرفون الحالات تكيس المبايض. مكمل رخيص سعره 55 ريال، فعال جدا. هذا المكمل هو الكروميوم. جرب وراح تدعي لي إن شاء الله.